السلام عليكم. كيكه ولا بسبوسه؟ بسبوسه ولا كيكه؟ الرواني حاجه كده احلى من الكيكه والذ من البسبوس. هنعملها بطريقه سهله جدا واقتصاديه جدا جدا. معايا كوبايه من دقيق السمولينا، وكمان كوبايه دقيق قمح عادي، وكوبايه الا ربع من عصير البرتقال، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، معلقتين من جوز الهند، وحبايتين من البيض. هنحط كل الحاجات الجافه كده الاول مع بعض ونقلبهم كويس، والدقيق محطوط عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر. وفي الخلاط بقى حطيت كوبايه السكر، كوبايه الا ربع من السكر، وحبايتين البيض، وظرف الفانيليا. وهنحط كمان الزيت وعصير البرتقال. كل الحاجات السايله هنحطها في الخلاط مع بعض، ونروح بقى نضربهم في الخلاط. تمام. وهنزل بقى بالخليط اللي انا ضربته على المكونات الجافه ونقلب كويس. في المرحله دي وانا بقلب لقيتها خفيفه شويه، فاحتجت كمان معلقتين من الدقيق. يعني انا كده خدت كوبايه من دقيق السمولينا، وكوبايه من دقيق القمح العادي، وكمان عليهم معلقتين من الدقيق. وهنقلب كويس بقى. وبعد كده جبت القالب بتاعي، وكنت دهناه مبطناه من تحت بالسمنه، وهفضي الخليط في القالب، وعلى فرن درجه حرارته 180 في الرف المتوسط. طبعا هنا انا خبطته خبطتين كده علشان اطلع الهواء منه. وبس كده، اظن مفيش اسهل واحلى من كده. وبعد كده بقى كوبايه عصير برتقان بعد ما طلعت من الفرن، سبتها تهدى شويه، وكوبايه عصير برتقان حليتها بمعلقتين سكر ورحت سقياها بيه، وزوقاها بقى بجوز الهند. هشه وخفيفه ولذيذه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان اتنسفت في ثواني من جمالها.